في حالة أي دولة صاروخية يعني كتعتمد بشكل أساسي على الصواريخ بحال الجزائر تشن الحرب على المغرب، فغيكون المصير ديالها هو الهزيمة بنسبة 99%. علاش؟ المغرب من سنة 2020 إلى يومنا هذا قام بتجديد الترسانة العسكرية ديالو من ترسانة تقليدية إلى ترسانة تكنولوجية جد متطورة. دخل تشوف آخر فيديو في قناة المارشال فيه جميع الحيثيات، وما تنساش متابعة الصفحة الله يجازيك بالخير. فيها أحدث نظام دفاع جوي اللي شراه المغرب من إسرائيل بموجب الاتفاقية العسكرية الكبرى في التاريخ بين المغرب والإسرائيل، منها نظام باراك للدفاع الجوي اللي فيه بطارية ديال أكثر من 30 صاروخ في الضربة الواحدة، نظام القبة الحديدية للدولتين الوحيدتين اللي عندهم في العالم هما المغرب وإسرائيل. وهذا الشيء كامل كيبين حاجة وحدة، مستحيل بهذه الأنظمة أي صاروخ يقيس ولو شبر من أراضي المغربية.